السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالأعزاء والحبايب، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ ياك هانين؟ كلشي مزيان؟ لا طلبكم ما حطيتوش الارض، الطلب ديالكم والله ما حطيتو، بغيتو الفيديو اللي طلبتوه هو جبتو لكم، ها هو زينه. لا جبنا لكم هذاك الفيديو اللي طلبتوه. كي دايرين الحبايب؟ كلشي مزيان؟ اهلا وسهلا باحلى المتتبعين، باحلى متتبعين ديال هذه القناة اللي هي متواضعة، قناتكم متواضعة. مازال ان شاء الله نحيدو من مشكل السعدية. كاين بزاف ما يتقال، كاين بزاف المشاكل، كاين بزاف ديال صداع الراس غير بلاتي. هاد اليوتيوب هذا في المغرب خسر السمعة ديال المغاربة. غادي نتبعوا هاد السعدية نحيدوها ونجيو عاوتاني. كاين مشاكل اخرين، تنوعدكم انني غادي نبدا معكم غير بلاتي نحيد هاد المشكل هذا. هو قريب شي مشكل السعدية قريب، والحمد لله. قسما بالله الا كاين تجاوب، كاين بزاف ديال الحوايج اللي طراو من مورا هادشي اللي درنا على السعدية، وغنبقى معاها. راني قلتها لكم، كنقول لكم وراها والزمن طويل. انا مع السعدية الى اخر نفس في حياتي، حتى تتحيد من هذه المهزله هذه، من هذه المهزله اللي ولينا عايشين فيها وسط الدول العربيه كاملين. كلشي كيتكلم على السعديه وعلى الكلام الفاحش وعلى الكلام القبيح واللايفات والمسائل وسخوا كذا وهذه. المهم الحمد لله على ايين ان كاين تجاوب مع المخزن ومع بزاف د الحوايج. وهانتوما غادي تشوفوا الفيديو القنبله اللي كاين دابا نيت غادي تسمعوه. ايوا تطواتي، اهلا وسهلا بكم يا تطواتي. كي دايرين تطواتي؟ لاباس عليكم؟ بخير تطواتي؟ والله يخليكم تطواتي لبعضياتكم، ولا اله الا الله. احلى متتبعين، ها هو الفيديو جبناه لكم، ها انتم ادخلوا شوفوه. يا احلى متتبعات، يا احلى ما كاين في اليوتيوب بدوك التعاليق الزوينين الحلوين الدادين. ها هو جبت لكم الفيديو وتصنتوا ليه حتى الاخير، وغادي تشوفوا واش كلامي على صواب ولا راني غير كنخرف. قلت لكم ها كاين قلت لي بغينا نشوفوا الفيديو، ها هو ما حطيتهاش والله ما فيا ما يصور هذا الفيديو هذا، ودرته لكم في الحين كيف ما جاو التعاليق ديالكم، كيف ما راني صورت لكم ها وصفت لكم. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يدير تاويل تاع الخير، والله يكون مع امي السعديه ويكون مع هذوك الوليدات ويكون مع هذوك الناس كاملين. وامي السعديه تخوفت بزاف، امي السعديه راهي كيخوفوها بداك الكلام اللي ما عنده حتى قود، وداك الكلام اللي ما عنده حتى معنى، حتى تتولي مسكينه تلفظ حتى تولي هذه. ولاو تهموها ولاو كيقولوا بان امي السعديه راه بداها الزهايمر. امي السعديه ما فيها لا زهايمر لا والو، امي السعديه بكامل قواها العقليه. تفرجوا في الفيديو، كاين واحد المفاجاه تاع ان امي السعديه كطلب 5 مليون. امي السعديه ما سهلاش، اي على الزهايمر امي السعديه راه ما سهلاش. غادي تشوفوا امي السعديه فين غادي تخرج مع هاد الناس هذو. ولا اله الا الله. واسمحوا لي، وهنا جيتكم على المزروبه وجيت لكم هذه الكلمات بوحدهم، جبت لكم فيديو تشوفوه. واسمحوا لنا والى فيديو لاحق ان شاء الله يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. يا احلى متتبعات، السلام عليكم. ما قالت لك فك الزهايمر؟ لا قلت امريكان. خرجت البارح معايا البنات وهي تقول، قالت للعساس ديال قال طلعي مع الطوموبيل، وهي تجلس وهي تقول لهم راه قالت لهم دابا نجوى كاينه في سيدي حيا، وتقول لهم راه مصاحبه مع خال نجوى في سيدي حيا. وهذا دابا البارح نجوى قالت لهم البارح تجبدات لينا حدا الطوموبيل وهي ناري غتمشي للحبس. ومابقاوش تخلعوني البنات والله حتى غنمشي للحبس. قالت يوم الثانيه سمعوا قالت لهم والله حتى مصاحبه مع خال نجوى. شوف قالت لك كتموت على خال نجوى. وخال نجوى كبير ولا صغير؟ وانتي راه كبير عندي ولادها. وخال نجوى نجوى خال لا تخدم كدور المرأة. المهم البنات قلت لكم، قال لي لا جودان جلست قال لي شوفي السيبه ما كايناش في البلاد، قال لي كي خصك
خصك تعرفي هاد المراه واش ملي غادا تموت عندك في الدار، قال لي العمر بيدي الله ها هي ماتت اشنو غادا ديري؟ قلت لي غادي نعيط على لامبيلونس والطبيب باش يجي يدفنها. قال لي واش الدنيا سايبه؟ لا. قال لي شنو ديري؟ قلت لي شنو غندير؟ قال لي ما ديريش براسك كتهضري معايا انا. قال لي انا البلاغ اللي جاتني شكايه من عند وكيل الملك باش نستدعيك بانك كديري لها وكديري لها وكتفعلي لها. قال لي الا هاد السيده ماتت بغينا مع شي جمعيات ناضوليه، وهنايا لا بريغاد ديال المنطقه كتعيط ليا، ووكيل الملك صيفط لي الشكايه، صيفطوها لوكيل الملك وعيط ليا. واش انا كذاب وغنجبد وكيل الملك في اللايف وغادي نجبد الكوميسار هنا؟ هذا واش المخزن دري صغير؟ اش غنديك ملي انا مسطيه نديك معايا لا بريغاد تغرقيني؟ والله حتى تغرقيني ما نتيقش فيك السعديه. بلاتي نكمل. قال لي مثلا هاد السيده ماتت عندك في الدار، غادي تقول لي شنو هما الاجراءات غادا ديري؟ خلينا من البكا والتهرنين وداك التخربيق راه ما غترديش الحياه. قال لي اشنو غادا ديري؟ قلت له غادي نعيط للطبيب والامبيلونس وغادي يجي، هادشي اللي كنعرف. ويقول لي واخا. قال لي يستحيل هاد السيده تدفن. قال لي ما غاداش تدفن، غيهزوها غيديوها اول حاجه شريح. ويلي مالي كيفاش ندير؟ شنو ندير؟ هو يقول لي اول حاجه غادي يديروا هي التشريح. قال لي التشريح غادا تمشي السيده والتشريح ويقلبوا على الاهل ديالها والحباب ديالها وشكون كنتي تدخلتيها وشكون. قال لي هذه في حاله الا ما طاحتش لك في الدروج ولا ما زلقتش لك في الحمام ولا ما تحرقتش في الدار ولا ما طاحتش على شي موس. وخليني انا نهضر. امي غنتف شعري في اللايف وغادا نبقى نغوت ونتف شعري. وخليني جبدت المصحف قالت لي حلفي انا واش تحلفي انتي. شوفوا دابا واش هادي عندها العقل انتم. تدخل هاد المرأة تدخل هاد المرأة مريضة ما كتكذب عليا تبقى خايفة منهم. يلا خليني نكمل. امي قلت لك قال لي الا مشات حتى زلقات في الدار، طاحت هكا في الدار زلقات ولا مالي يا لطيف. شوف اشنو والله ما كان خايف انا نخاف من نفسي. الفلوس الفلوس شغلكم عمل ولا ذلك غدرك ما صاحبي احد ما يشغل بي احد. انا بجيب رخص خيمه انا رفع كبيره اما خلي خدي غنكمل 20 100 انتم بحالكم توقع ما كنخاف انا كنخاف والله ملي كنخاف اختي ساره راهم شوهوك في التيك توك. اختي ساره راهم شوهوك في التيك توك وفي اليوتيوب. اختي انا عرفتهم شوهوني. راه شوفي عينيا شوفوا وجهي كيفاش داير. انا ما رضيتش. راه عيطوا لي لابريكاد يلا لقيتيني كنهضر على هذا الشيء هما راه شوهوني ما عرفتش علاش. قالوا لي بلاتي نهضر مع ماما. شو هذاك الخارجه الشاربه القلقله الجوز
سمعوني ديال ولد الشينويه. واش جبدك اختي فولد الشينويه تا بغيتي خرجي ولد الشينويه ما عندو علاش يحشم داكشي اللي يحشم عليه راه ما عندوش والله ما يعقل عليك انا نقولها لك ولد الشينويه علاش يحشم راه ما عندوش ما تجبديش ولد الشينويه ولا ولد الجابونيه راه ساكنه في جارنا والله يا سعدي تيجي يشوك قال لي لا جودان قال لي هانتشي يا بنتي قال لي سمعيني انا وكيل الملك عيط لي البارح جاتو شكايه من بزاف ديال الناس قال لك هذيك السيده يعني بزاف راه كما ناضت دابا البنت اللي معنا درتي منها الفلوس في اليوتيوب اختي بغيت فلوس اليوتيوب شوفوا اليوتيوب فيه فلوس بغى يدير الخير ما كيقولهاش اختي اللي بغى يدير الخير انا ما قلتش الخير انا دايره الخير في بزاف د الحوايج ما كنهضرش راه لان هذا الخير جا ليا بومزوي البارح كتمرغ وكتقول لي باغا ديني تلوحني في الخلا انا غندير لوحه في الخلا على الدنيا سايبه انا اللوحه في بير واش الدنيا سايبه كتبكي وكتقول الناس غتلوحني في الخلا راه ديك السيده الا زلقات في الدار طاحت ماتت غادا تمشي للحبس قال لي ما فيهاش لان تبارطاجاو اللايف ديالك كتقول لا سيري في حالك وادي 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 قال لي ما فيهاش انا جنيت على راسي انا كان عليا بغيت نعاونها كان عليا نعاونها في اتساع نعاونها تمشي لدار المسنين دار العجزه نشوف لها شي ناس اللي شي ما عرفت شي حاجه بحال هكا اما انا جنيت على راسي انا بيني وبين عكاشه خيط رقيق بحال هاد الشعرايه هاي ما كتبانش لكم هادشي اللي بيني وبين عكاشه غنمشي للحبس عندي احساس غنشوف ديك البلاصه انا عندي احساس غنمشي للحبس يعني كل شيء راه الحبس راه عندي احساس عندي الداخل غنمشي للحبس فابور يعني ما دايراش ما باغاش نبكي وما عنديش علاش غنبكي ولكن عندي احساس غنمشي للحبس وحق الله العظيم عندي احساس غنمشي للحبس والمشكل ولادي ما كاينش اللي غيهزهم ماما نقدر نقول لكم تهز ادم انس بابا يهز هذا بابا يهز عثمان بابا كيموت على عثمان ماما عزيز على انس وشويه عثمان معاك عزيز على ادم بينو وبين ما كيتستحملوا حتى واحد حيت كيضحك بزاف كيهضر بزاف ما كيستحملوش انا عزيز عليا ادم انا ما ربي كيقول لكم ما تفرقوش بين ولادكم ولكن انا ما مفرقاش بيناتهم كيعزيز عليا ادم بزاف باهم كيموت على عثمان عزيز عليه عثمان ودابا ما كيسمو لا في عثمان لا في ادم لا في واحد هي هذيك قلت لكم هي هذيك ما كيسولتها في واحد وصافي ماشي مشكل عادي هادشي اللي كاين عادي اشنو غادا ندير انا غنراعي لي اشنو غادي ندير البنات اشنو غادا ندير شي واحد يعطيني شي حل اشنو غادا ندير باش ساليت انا ولا جودان قال لي غير سيري المهم قال لي هاد الساعه المهم راه عيطنا لك ملي غنحتاجو كنعاودو نعيطوا لك ملي غادي انا راه غادي نعيط الوكيل جلاله الملك قال لي غادي نقولوا ليه راه استدعيناك واستنطقناك وهذا وفعلا راه السيده كاينه عندك في الدار ما تمش الطرد ديالها السيده راه معاك في الدار وباقا معاك في الدار ولكن خاصك تشوفي راسك شي حل قال لي ماشي انا اللي غندير لك حل قال لي انا هضرت معاك وفهمتك وبقيتي فيا قال لي انا هضرت معاك وفهمتك وبقيتي فيا قال لي والسيده ها هي معاك في الدار انا عيطت لك دابا باش نعرفها معاك في الدار ولكن الا جيتيني في ظروف غير هذه غادي ندير خدمتي يعني جيتيني ماتت في دارك
وقع لها شي مشكل، جات هي بفمها كتقول هاد السيده تعدات عليا وهاد السيده فعلت لي ودي، راه غادي ناخذوا المسطره القانونيه. قلت لي انا شنو بامكاني ندير في هذه الحاله؟ قال لي ما عندك ما ديري، هو بعدا خذي الاجراءات القانونيه، هي تمشي معك عند كاتب عدلي وتسيني معك ورقه بانها جالسه معك في الدار بكامل ارادتها، وقبل ما تمشي عند كاتب عدلي غتمشي عند الطبيب يدوز لها على مخها بان راه مخها هو هذاك زاكي وداك تخربيق، وبانه بكامل القوى العقليه غتاخذ ديك الورقه وتمشي عند كاتب عدلي وغيدير لك هذاك الشيء وغادي يدفعوا للمحكمه. قال لي هنا فين يمكن لك تحمي راسك. ملي جيت عند السعديه قلتها لها، قالت لي نمشي انايا بغيتيني نكتب لك ورقه عند العدول مزيان باش يلا تولي تشديني تسلخيني وتقتليني وتعطيني قتله ديال العصا وتجوعيني. انا دابا اللي ما دايره معاك حتى ورقه وعايشه في الدل، دابا هي عند راسها راه عايشه في الدل، انا اللي ما دايره معاك حتى ورقه دابا وعايشه معاك في الدل. الا مشيت درت معاك شي ورقه فين غادي نعيش معاك؟ غديريني تحت الصباط ياك وديري فيا اللي بغيتي. الا ما نسيني معاك حتى ورقه، بغيتيني نسيني معاك شي ورقه عطيني 5 المليون. وما تهديش دير ب 5 المليون فين انا 5 المليون لقيتها راسي. شوفي على داك الملح والطعام اللي دوزت معاك وداك الشيء، الفلوس الله ينعل بهم عطيني 2 المليون. واش غديري؟ لا داكشي اللي عطاه الله، والله العظيم داكشي اللي عطاه الله. لا شوفوا خلاها على جودان، الا ديتها لدار العجزه غادي يتقلب عليا المغرب كامل. الا ديتها درت معها شي حاجه يتقلب عليا المغرب كامل. كونوا عليا الوحيده اللي انا متاكده منها 99%، 1% نحيدوه ليا صالحي، 99% انا غدا الحبس، قسما بالله غدا الحبس.